تواصل أمانة منطقة الجوف تنفيذ مشروع وصيانة أيضا طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، حيث تمتد أعمال المشروع من تقاطع طريق الملك فهد إلى ميدان الفلك. ويأتي المشروع هذا في إطار خطط الأمانة لتأهيل وصيانة وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية في المدينة لتحسين المشهد الحضري، وأيضا ضمان سلامة مستخدمي الطرق وخدمة أهالي المنطقة. وللمزيد من التفاصيل ينضم معي مراسل الإخبارية عبد الرحمن الإبراهيم. عبد الرحمن، مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم، يعطيك الف عافية. عبد الرحمن، تفاصيل هذا الموضوع معك. نعم فيصل، طبعا شرعت أمانة الجوف في تطوير هذا الطريق، وهو يعني الطريق الرئيسي والشريان الرئيسي داخل مدينة سكاكا. هذا الطريق طبعا وتطويره سيعزز من أكثر من محور، والمحور الأول هو تحسين جودة الحياة لمستخدمي الطرق والمشهد الحضري داخل مدينة سكاكا، وأيضا رفع نسبة مساهمة الأمانة في إحداث المناطق الخاضعة القابلة لممارسة الرياضة، مثل رياضة الدراجات الهوائية والمماشي الرياضية، والتي تتيح للسكان تجربة فريدة في ممارسة رياضة المشي أو رياضة الجري على حد سواء. هذا الطريق أو هذا المشروع على وجه الخصوص سيتم من خلاله إضافة 100 شجرة وشجيرة لإضفاء المزيد من المشهد الجمالي على الطريق، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء على هذا الطريق. وأيضا سيتم إنشاء 600 متر مربع مسار خاص للدراجات الهوائية، وهذه المسارات طبعا يتم تنفيذها بطريقة معينة تساعد في مساهمة الأمانة للمستخدمين وللسكان في استخدام الدراجات الهوائية، وهو ما نشهده ملحوظ داخل الطرق الأخرى التي تم الانتهاء منها داخل مدينة سكاكا. سيتم إضافة 20 إنارة موفرة للطاقة الكهربائية عبر استثمار الطاقة الكهربائية، وأيضا هنالك ما يزيد عن 5500 قطعة من البردورات التي تحاذي الطريق وتضيف له لمسة جمالية. هذا المشروع طبعا تسعى أمانة الجوف من خلال تطوير هذا الطريق وغيره من الطرق المشابهة داخل مدينة سكاكا إلى المساهمة في تعزيز وتحسين المشهد الحضري، وأيضا أنسنة هذه الطرق لتكون يعني مثل ما تخدم السيارات والمركبات، فهي تخدم بالتالي الأهالي والسكان عبر زيادة المساحات الخضراء وزيادة المناطق التي تكون قابلة لممارسة الرياضات المختلفة. شكرا جزيلا لك زميلي عبد الرحمن الإبراهيم مراسل الإخبارية في الجوف، يعطيك ألف عافية عبد الرحمن، شكرا جزيلا.